السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أغلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل فطائر جميلة جدا. معايا كوباية ديت طبعا مش مليانة 200 ملي، وكوباية المية برضو 200 ملي، كوباية حليب وكوباية مية دافين، ومعلقتين سكر صغيرين. كمان معايا نص معلقة ملح صغيرة، ومعلقة خميرة برضو صغيرة. هنقلبهم كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا 600 جرام من الدقيق. طبعا الدقيق دون ممكن تحتاجي عشان حسب نوع الدقيق، يعني بيختلف من نوع لآخر. طبعا قلبت كويس قوي، لقيته عايز كمان شوية. الدقيق دون متعدد الاستخدامات، احتاج شوية دقيق حوالي، يعني حطيت له حوالي 100 جرام كمان، تقريبا 100 جرام. عجنتها كويس، هي كانت بتلزق في الايد لكن شطفت ايدي بالميه عشان اعرف اظبط العجينه وما نشفهاش، ما اسيبهاش تلزق في ايديا وكل شويه احط دقيق. لا، اغسلي ايدك بالميه ولمي العجينه واركنيها تخمر، وجهزي بقى باقي الحاجه. معايا شويه الحشوه اللي انت عايزاها بقى. انا كان المفروض تتحشي بطاطس، يعني على الوصفه اللي انا شفتها محشيه بطاطس مهروسه. ممكن تحشيها لحمه مفرومه، ممكن تحشيها جبن، حسب راحتك، ما فيش اي مشكله خالص. انا عندي العجوه، عندي من ايام رمضان في التلاجة، قلت انا اعملها بالعجوه احسن. عجبت الولاد جدا جدا، جميله بالعجوه. طبعا انا سبتها، ما بتاخدش وقت في التخمير، ما خدتش وقت عشان الجو حر جدا. طبعا سايبه العجينه طريه زي ما انتم شايفين عشان تبقى سهله في الفرد، وتبقى جميله برضو في العجينه، بتبقى طريه، بتبقى جميله في الاكل. هقطعها بالطريقة دي كده، حجم يعني لا كبير قوي ولا صغير قوي. معايا الزبدة، 150 جرام زبدة، وكوباية زيت صغيرة دي، كوباية الشاي كده. هركنهم على جنب، سيحت الزبدة وركنتها على جنب كده، لما عاوزها تبقى موجودة جنبي. هنبدأ نفرد بقى بالدقيق، نفرد بالدقيق وهتشوفوا معايا هنعمل ايه. يا رب اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك فيها ويفعل زر الجرس ويدوسوا لايك، ما تنسوش حبايب قلبي لايك واشتراك. ربنا يسعدكم يا رب. اللي يشوف نفسه استفاد ولو بمعلومة صغيرة أو أي حاجة، أو عجبه الشغل أو عجبته القناة والحاجات اللي فيها، يشترك فضلا وليس أمرا. كل واحد حسب راحته، مش بجبر حد على الاشتراك. اللي عايز يشترك على راسي، ومنور قناتي ومنور حياتي كمان. ربنا يسعدكم يا رب، تفرحوني أوي باشتراككم. هنبدأ فردناها، وكانت رقيقة أوي يعني زي الفطير كده، خليها رقيقة أوي. هندهنها بالخليط اللي عملناه من الزبدة والزيت. كل ما تيجي تاخدي بالفرشة كده تقلبي وتاخدي، عشان الزبدة طبعا بيكون فيها سائل، ما بيكون تحت. كل شوية تقلبي، نتويها بالطريقة دي. وهندهن برضو دهن خفيف، مش لازم نكتر قوي يعني. ديت انا صغرت، كبرت الطاوية بتاعتها. التانية دي كان المفروض اصغرها شوية عشان لما اجي احط الكوباية ما تبقاش صغيرة، يعني اللفة على الكوباية. بالطريقة ديت كده حبايب قلبي، سهلة جدا وجميلة ومريحة قوي، وفكرة جديدة يعني. طبعا الفيديو ده جايب ملايين المشاهدات، لكن عندي بقى لسه ما محدش شافنا طبعا. يا ربنا ييسر امورنا كلنا يا رب، وتكبر قنواتنا زي القنوات اللي بنشوفها. هنركنها كده، هنقول لها اقعدي على جنب كده لما نعمل غيرك. هو مفروض طبعا يعني ما تيجي تعملي على كام كوباية كده، وتركنيها على جنب كده لما تثبت العجينة عليها. هتشوفوا دلوقتي اللي انا استعجلت عليها
واللي ركنتها شوية على ما فردت التانية. طبعا اللي ركناها شوية تاخدوا بالكم منها ثابتة وواقفة كده العجينة، وبقى بتيجي تحشيها يعني. بننتن الكوباية طبعا عشان تبقى سهلة ان احنا نشيلها من على العجينة. بالطريقة دي بنطبقها وبنلفها على الكوباية، سهلة جدا طبعا اهي زي ما انتوا شايفين كده، منتهى السهولة. الصينية مدهونة بالسمنة او بالزيت، عايزة تحط ورق زبدة براحتك، انا بحب ادهنها سمنة واحسن من ورق الزبدة، مفيش اي مشكلة. طبعا اللي انا حطيتها الاول وبحشيها دي هي اللي عملتها الاخر، فطبعا ملاحظين انها مش الجناب مش ثابتة، ديت بقى اللي عملتها الاول يعني ركنت دقايق كده، شايفين ثابتة ازاي. اعملوا كله بقى بالطريقة دي، تعملوهم وتركنوهم شوية كام كوباية كده وتعملي وتركنيها، هتبقى سهلة معاكي. معلش مقطع الزبدة ده هو اللي اتكرر بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد اللي عدى بقى، وربنا يعودنا الأيام جميعا بخير وسعادة يا رب. ربنا يفرحكم واشوفكم فرحانين دايما يا رب. هنقفلها بقى وهنركنها، لسه في خطوات تانية، مش تستعجلوا، خليكم معايا للآخر عشان تشوفوا كل حاجة. بحاول يعني أسرع الفيديو على قد ما أقدر عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، وأسفة على الإطالة كمان. عملت شوية دول كده وقلت وسبتهم، طبعا بتخمر على طول بقى. أول ما بدأت تخمر مش تعملي فيها حاجة لما تكون خمرت العجينة، مش تبططيها إلا ما تخمر، وهتركنيها كمان شوية هتخمر تاني يعني عشان تبقى مورقة معاكي وجميلة. هنركنها بقى نكمل الباقي. هنجيب بيضة وهنقلبها كويس قوي، وحطيت عليها رشة فانيليا، وكمان هنبدأ ندهن الوش كده عشان تدينا اللون الجميل اللي شفناه. غير كده انها ملهاش ريحة خالص، ريحة البيض مش طالعة عليها عشان الفانيليا ورشة سمسم رشيناها في الآخر بعد ما دهنا. هي خدت في الفرن حوالي نص ساعة أو يزيد شوية، يزيد 5 دقايق حسب نار الفرن يعني، مش متقلقيش. شايفين ما شاء الله جميلة جدا، مستوية من فوق ومن تحت ومن جوه، مستوية وجميلة هتعجبكم جدا، لذيذة لذيذة فوق ما تتخيلوا. ان شاء الله اللي يعملها ويجربها يقول لي رأيه فيها ايه، اتمنى اسمع ارائكم. هتشوفوا بقى مرقة ازاي وجميلة ازاي، تسوية من فوق ومن تحت ولذيذة. هناخد واحدة كده نشوفوها مع بعض من جوه.